وهذه من سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. كانت عادة آبائنا وعادة أمهاتنا، كانوا يخبزوا بالبيت ويعجنوا بالبيت ويحطوها بالمعجن، فإذا وضعوها بالمعجن قالوا بسم الله اللهم بارك لنا. هي كانت عادة الناس، كل ما حطوا الخبز بالمعجن أو الطبخة في الطنجرة يقول اللهم بارك لنا فيها. فكلمة اللهم بارك، اللهم نسألك البركة في هذا الطعام، أن تكون البركة عامة. هي لازم النساء يتعلموها والرجال يتعلموها. أي بضاعة أتينا بها إلى البيت، أي أغراض أتينا به إلى البيت، أن نقول اللهم بارك في ما أتيت، بارك بها الرز، بارك بها السكرات، بارك بهذا الطعام. فكلمة البركة فيها سر من أسرار الدين، أن الله عز وجل يجعل البركة مضاعفة وأضعاف المضاعفة.